السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصوا يا جماعة الكرع عامل ازاي، مليان شعر ازاي. انا هوريكم دلوقتي احنا بنطلع الشعر الصغير ده ازاي. وطبعا لازم يتحط في مية. واحنا الكوارع ديت والله حتى لو مثلا عاوزين كوارع للبيت ولا حاجة بنحط فيها مية عشان الشعر الصغير ده يطلع. انا هوريكم دلوقتي ايه بيعملها ازاي وبيتنضف ازاي. خد عيد صلي بسم الله كده واعمل الكرع دوت. وريني الكرع ده يبقى عامل ازاي دلوقتي. بص الكرع شايفين الشعر عامل ازاي والسواد اللي فيه عامل ازاي. طلع عليه توكل على الله. يا رب يا هات الزباين. دي عامل زي الحمام كده. الحمام لازم يتحط فيه ميه عشان الشعر الصغير يطلع منه. بص الكرع انا وريته لكم كان عامل ازاي. بص بعد ما يخلص يبقى عامل ازاي. في شعر صغير ما ينفعش يطلع الا لما الكرع يتنفخ. دي كرع كندوز طبعا. دي كرع كندوز واحد من البوز. كرع زي العسل اهي. اديت له بقى مش مستاهل. اديت له الشعر بتاعه بيبقى خفيف كده. بيتحسن عادي والشعر بتاعه بيطلع عادي بسهوله يعني. لكن الكندوز دوت بقى بيبقى فيه شعر كده من جوه لازم يتشال. انت لما تسويه يعني انت لو حسيناه كده من غير نفيخه ولا حاجه يعني احنا يعني حسيناه دي معناه ان احنا ايه بنطلع بواقي الشعر منه. لو عملناه كده من غير نفيخه ولا حاجه تيجي تسويه تلاقي مليان شعر من جوه. ده دلوقتي بعد ما يخلص هيبقى عامل ازاي. الله ينور عليك. واحنا والله بامانه الله الكارع مثلا واخدينه للبيت بنعمل فيه كده اهو. يعني مش للزبائن بس. النظافه والحاجات دي طبعا هي بتبقى على الكل يعني. مش شايفين الشعر اللي هو بيشيله دوت. لو ما اتشالش هتلاقي تحتيه تحت الجلد نفسه هتلاقي مليان شعر. تيجي تسوي الكارع تلاقيه مليان شعر. يعني الكارع من دوت مثلا ياخد له مثلا قد ايه 5 دقايق تنظيف. شوف بقى احنا بنعمل كام كارع في اليوم. فاحنا اهم حاجه النظافه للزبون يعني. نخلي الحاجه زي القشطه للزبون. الله ينور عليك. تسلم ايدك والله بجد يعني. بس الناس اللي يقول لك ده بينفخوا الكوارع ومش عارف ايه وانا هوزنها. ما هي مش ما تتوزنش عشان انفخها مثلا ولا غش فيها. لا انا بنفخها عشان الشعر يطلع منها. في حمام كده الحمام اللي هو بيبقى اسمر اللي هو الفراخ اللي هو بتاع الفراخ يعني. ده بيحط فيه ميه عشان الشعر الصغير ده يطلع منه. نفس النظام عندنا في الكوارع. انت طبعا بتشتري الحمام بالجوز يعني مش بالميزان ولا حاجه. تسلم ايدك يا عيد الله ينور. الناس تقول لك هو متقشر ليه والكلام ده كله. ده متقشر عشان فيه شعر بيطلع منه. بس احنا هنعمل بيه يعني القشر بتاع الكارع دوت. والكارع قرب يخلص اهو.
شوف هو واخد قد ايه، انا مش قاطع حاجه من الفيديو، انا داخله 5 دقايق وكارع. شوف احنا بنعمل لنا كام كارع في اليوم بقى. الله ينور عليك، تسلم ايدك عليك. اهي كده قرب يخلص الكارع اهو. الله اكبر عليه كارع اهو. بصوا بسم الله ما شاء الله، شوفوا كان عامل ازاي وبقى عامل ازاي دلوقتي. احنا بس بنقول لكم عشان في ناس تقول لك انتوا بتنفخوا الكوارع ليه، ما تنفخوش الكوارع ليه. والسلام عليكم ورحمه الله، يا رب الفيديو يعجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناه، تفعلوا الجرس وتدوسوا لايك. السلام عليكم ورحمه الله.